تبدأ الحلقة الثامنة بينما كان الرجل والديناصور يتمشيا في الغابة ليلا، ولكنهما يريان ضوءا أخضر غريب جدا في طريقهما، فيقرران أن يستكشفا مصدر هذا الصوت. وعندما يقتربان من مصدر هذا الصوت يريان مشهدا غريبا جدا، وهو لرجل معلق بين صخرتين ومربوط بحبال قوية، وتوجد حوله كائنات غريبة ومخيفة تشبه إلى حد ما الساحرات ولكنها بقرون. وكان مصدر الضوء الأخضر هي نيران غريبة أشعلتها هذه الساحرات تحت الرجل المربوط بين الصخرتين. وبينما يتألم الرجل تضحك الساحرات ضحكة غريبة ومخيفة وكأنها تستدعي مخلوقا ما. وبالفعل كانت الساحرات تستدعي تنينا وعلى ظهره امرأة غريبة جدا، ويبدو أنها زعيمة للساحرات. وما كان الرجل المعلق على الصخرة إلا قربانا إلى هذه المرأة من طرف الساحرات. تنزل المرأة الغريبة من ظهر التنين وتتجه مباشرة نحو النار الغريبة، فتندمج النار مع جسم المرأة ويكونان مخلوق مخيف جدا أشبه بالظلال ويمتلك عينا واحدة. تتجه المرأة بعد أن تحولت مباشرة إلى ناحية الرجل المعلق وتقوم بنفخ بعض النار الخضراء إلى داخل فم الرجل. يتجمع النار الذي في جسم الرجل إلى معدته، وبعد ذلك يتحول النار إلى شكل ثعبان ويخرج من جسمه. وعندما خرج النار من جسم الرجل تحول إلى هيكل عظمي. يتجه النار بناحية المرأة ويدخل مباشرة إلى بطنها، وهنا نرى أن النار تحولت إلى جنين في بطن المرأة التي بهيئة الظل، ثم إلى رضيع في يدها. وكل هذا كان يحدث والرجل والديناصور كانا يراقبا كل المشهد. تكتشف المرأة وجود الرجل والديناصور وتغضب بشدة وتأمر كل الساحرات أن يلاحقن الرجل والديناصور. يقاوم الرجل والديناصور الساحرات لكن دون جدوى، فما هي إلا لحظات حتى سيطرت إحدى الساحرات على الديناصور بينما قامت الأخرى بالقبض على الرجل. يأتي اليوم التالي والرجل كان مربوطا في موقع القربان الذي مات ليلة أمس. عندما كان يفكر بالديناصور يظهر أمامه الديناصور، وكانت تنتظره إحدى الساحرات، وكان في عين الديناصور ضوء أخضر مما يدل أنه يتم التلاعب به. فيصرخ الرجل بشدة لعل الديناصور يرجع إلى رشده لكن دون جدوى. تدخل الساحرة إلى ذكريات الديناصور وترى واقعه المؤلم كيف أنه فقد أطفاله، فتحزن عليه بشدة وتعود من ذكرياته وهي حزينة. وعندها تقوم بضم الديناصور وتذهب مباشرة إلى الرجل، وتقوم أيضا بالدخول إلى ذكرياته وتشاهد ذكرياته المؤلمة كذلك، وترى مشهد فقد الرجل لأطفاله فتحزن عليه أيضا لكنها لم تفعل شيء حيال ذلك. وأخذت الضلاء الذي دهن على الرجل الذي قدم قربانا في بداية الحلقة وتقوم بدهن رجل الكهف بنفس هذا الضلاء. يأتي الليل ويتكرر نفس المشهد الذي حدث في بداية الحلقة، وتأتي القائدة لكي تأخذ الرجل كقربان، لكن يحصل شيء غير المتوقع. فتلك المرأة التي رأت ذكريات الرجل والديناصور قامت بمهاجمة التنين الخاص بزعيمة الساحرات، وقامت بإنقاذ الرجل والديناصور من هذا الموقف وضحية بحياتها. ووقتها عاد الديناصور إلى طبيعته، وانتهت الحلقة الثامنة من المسلسل. تبدأ الحلقة التاسعة بينما كان أحد الأسود العملاقة يتجول في الغابة، وكان الرجل والديناصور أيضا يخيمون في الغابة. وعندما يعلم الأسد بوجود الرجل يكاد أن يهجم عليهما، ولكن الرجل تصدى له، وبعد أن تصدى له ينام هو والديناصور. ويحل اليوم الثاني وبينما الرجل والديناصور يتجولان في الغابة يريا جثة الأسد الذي كاد أن يهجم عليهما ليلة البارحة، فيخافا ويتساءل من فعل هذا بالأسد. وبعدها يواصلان المشي في الغابة. ويأتي الليل وهنا يلاحظ الرجل نشاطا غريبا مجددا، حيث أن الديناصورات كانت تهرب من الغابة بشكل غريب، فيفز من الخوف ويلوح بحربته، لكن الديناصور قام بتهدئته ومرت الليلة بسلام. وعندما يأتي اليوم التالي ينظر الرجل إلى غربان كثيرة في السماء متجمعة في منطقة معينة، فصعد الرجل على شجرة ليرى لماذا تتجمع الغربان، فوجد أن هناك دم كثير في هذه المنطقة وهو ما جعل الغربان تتجمع. تحل عاصفة وينجو الرجل والديناصور منها بأعجوبة، ويحل الليل مجددا. وعندما يخيم الرجل والديناصور تنطفئ النار عليهم، وهنا يبدأ هجوم عليهما ولكن من شيء خفي، وكان هذا الشيء قوي جدا حيث كان يستطيع تكسير الأشجار في ثواني. وهنا تشتعل النار فجأة من قوة الاحتكاك، ويهرب المخلوق الغامض، فيعلم الرجل أنه يخاف من النار ويقوم بإشعال الغابة كاملة. وفعلا تنجح خطة إحراق الغابة ويحرق هذا المخلوق، ويتضح لنا في الآخر أنه ديناصور ولكن بسرعة خارقة. وهنا تنتهي الحلقة التاسعة من المسلسل.
تبدأ الحلقة العاشرة والأخيرة بينما كان الرجل يصطاد السمك كعادته في الشاطئ، لكن هذه المرة يطلع في وجهه شيء مختلف عن المعتاد. نعم، إنها بشرية مقيدة بالسلاسل والأغلال، وكان يبدو عليها أنها تتهرب من شيء ما، وكان الشيء التي تهرب منه تمساح عملاق. وقام التمساح بمواجهة الديناصور، لكن الرجل يتجاهله ويقرر اللحاق بالبشرية. يستطيع الرجل إيقاف البشرية ويجد أنها مسالمة، يقوم بإشعال النار لها لتدفى، وهنا تطمئن البشرية قليلا وينام الرجل والديناصور بقربها، وهنا تطمئن البشرية أكثر وتظهر وهي تؤدي طقوس عبادية غريبة ثم تنام. يأتي اليوم التالي ويغادر الرجل والديناصور، لكن المرأة تلحق بهما، تهجم ذبابة عملاقة على البشرية، لكن الديناصور يخلصها منها. ويأتي الليل ويظهر أن البشرية بدأت تتأقلم مع الوضع، وكانت تأكل اللحم مع الرجل والديناصور، لكنها كانت تبدو أنها متحضرة قليلا، فلم تأكل اللحم ني، بل قامت بجمع بعض الخضار وقامت بطبخه، وبعد الأكل نام الجميع. يأتي اليوم الثاني ويقوم الرجل بالتخلص من القيود التي كانت على المرأة. تفرح المرأة وتنهض، تشير إلى نفسها وتحكي أول كلمة في المسلسل وهي ميرا. وهنا يتضح أن المرأة تتكلم واسمها ميرا. تحكي المرأة قصتها للرجل عن طريق الرسوم، وقالت أنها كانت عائشة في أمان مع عائلتها، ولكن فجأة يهجم عليهم مجموعة من الناس وجعلوهم عبيدا لكي يبيعوهم مقابل البضائع، لكنها استطاعت أن تهرب ووصلت إليه. لم يفهم الرجل كثيرا، وهنا ينتهي اليوم. ويأتي اليوم الثاني وبينما تهجم القرود على الرجل والديناصور يسمع صراخ ميرا، ويرى أنها قد خطفت من قبل الجماعة التي تكلمت عنها، ويرى شعار هذه الجماعة وهو نفس الشعار التي رسمته ميرا له. فينطق الرجل لأول مرة باسم ميرا، ويبدو أنه يعزم بقوة أن ينقذها. وهنا تنتهي الحلقة العاشرة والأخيرة للجزء الأول من المسلسل، وتنتهي الحلقة الرابعة من الملخص. انتظرونا قريبا في الموسم الثاني. وداعا إلى اللقاء في موعد جديد يطيب فيه اللقاء وتحلو المواعيد. سأودعكم وفكري عندكم، سأودعكم وقلبي معكم. اذكروني Sandy Bell.